موضوعنا بنعمة ربنا عن الفرح الروحي وازاي نتمتع به. كانوا يقولوا زمان علامة المسيح الفرح، يعني تعرف المسيحي من ابتسامته. انما النهاردة ما بقتش بتعرف، لانه ما بقاش عنده الفرح اللي المفروض يبقى عنده. الأكتر من كده ان في ناس تصورت انه الكآبة منهج روح، وبقى شعارهم في الحياة آية بتقول بكآبة الوجه يصلح القلب. تلاقيه ساب الإنجيل كله ومسك في الآية دي بس. إنما الحقيقة الكتاب بيقول للحزن وقت وللفرح وقت، وهنا الحزن روحي، لأن هنكتشف أنه حتى وانت حزين روحيا فرحان في جواك. عشان تقدر توصل أنك تبقى فرحان على طول، حتى الحزن الروحي لا يتعارض مع الفرح الروحي، وده لغز، يعني حزن وفرح يبقوا مع بعض. إنما الفرح هو علامة المسيح، لأن الإنسان المسيحي فرحان بنعمة ربنا، فرحان إن أبوه ربنا، فرحان إن اسمه مكتوب في السماء، فرحان إنه كل حاجة حواليه بتشتغل لحسابه، فرحان لأنه عارف إن ربنا ما بيغلطش في اللي بيعمله، فرحان لأن الصليب مفرحه، يسموها شبكة العروسة، دم المسيح حاجة غالية جدا مفرحاه. إنما أول نقطة الحقيقة عاوزين نقولها إن الفرح الروحي مش لأن، إنما الفرح الروحي بالرغم من. يعني إيه؟ الفرح في الدنيا دايما وراه سبب. يعني يقولك فلان فرحان ليه؟ يقولك أصله كسب شهادة المليون، ده فرح، بس فرح بسبب. في واحد نجح ففرحان، فرح لأنه نجح. واحد اتجوز فرحان، واحد جاب طفل فرحان، واحد خلص مأمورية صعبة فرحان. إنما الحقيقة في الحياة الروحية الفرح الروحي مش بس لأن في أسباب روحية زي ما هنشوف المحبة والتوبة والرجاء، لا، الفرح الروحي العجيب فيه إنه فرح بالرغم من. يعني ما ينفعش تقول لواحد ساقط في الامتحان افرح، لا، مش منطقي. في الحياة الروحية هتكتشف عكس كده، اللي ينفع إنك تقول لواحد افرح بينما كل اللي حواليه ما يفرحش. أول مثل لكده هنقول الفرح بالرغم من السجن. في أعمال 16 كان في موقف عجيب شوي. بولس وسيلة اتسجنوا، وقبل ما يتسجنوا اتسجنوا في فيليبي. قضوا يوم طويل ويوم عصيب جدا، ضربوهم جلدوهم، ولما سجنوهم دخلوا في المقطرة. المقطرة دي يعني حاجة حديد غالبا بتمسك رجليهم عشان ما يريحوش، عشان ما يقدرش ينام ولا يقعد. والبعض بيتصور انها احتمال تكون في ايديهم او في رقبتهم، كده كده يعني حاجة ذل وعذاب. وبعدين في السجن الداخلي تلاقوها كده مكتوبة في أعمال 16:23، يقول ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. على فكرة بولس ده مش وش الحاجات، يعني بولس ده اللي يعرف تاريخه ده إنسان مرفه وابن عز، وأبوه كان غني وراجل تعليم عالي، درس في اليونان، وكان مرشح يبقى فيلسوف ومرشح يبقى علامة. يعني مش هنقول واحد واخد على الذل والبهدلة، لا، مش واخد على كده. المنطقي والطبيعي في اللحظة دي انه يبقى منهار وحزين ومكتئب ومتألم نفسيا، لأن ملوش حد في البلد دي يدور عليه، لا محامي ولا له صاحب. السجن الروماني على فكرة كان اللي يدخله مفقود، يعني ايه، ما تعرفش بقى هيحصل ايه، يطلع ما يطلعش، ما ملهاش كبير. كانوا ناس شداد. اللي بيحصل بقى عكس كده. يقول ايه الكتاب؟ يقول نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. اللي منكم يسبح او يحفظ تسبيحات او حتى يرتل يلاحظ دايما ان التسبيح كلمة متوازية مع كلمة الفرح. عشان كده معلمنا يعقوب يقول أمسرور أحد فليرتل. ودي حتى في الناس العادية تلاقي واحد بيصفر تقول له مالك مبسوط ليه النهاردة، مجرد بيصفر كده. الموسيقى دي تعبير عن بهجة،
طب الناس دول بيسبحوا، يعني مش بيصرخوا لربنا يا رب نجينا، يا رب انقذنا، يا رب حررنا. لا، غالبا مش بيقولوا كده. غالبا بيقولوا زي ما بنقول احنا في الهيصة اللي بنعملها في الكنيسة، في الهسات بتاعتنا: المجد ليك يا رب، انت حلو يا رب. فهنا تحس بالبهجة. طب جايبين البهجة دي منين؟ ايه الفرح ده يعني؟ مفيش اي لأن هنا، ما تلاقيش ممكن كلمة لأن ما تتحقش. لا في راحة ولا في أكل ولا في وعد حتى بالخروج، مفيش أي حاجة. ده مفيش غير الضلمة والريحة الوحشة والذل والقهر والضرب والإهانة وقلة القيمة، ومش عارف يمكن يموتوا تاني يوم، مش بعيد. إنما بيسبحوا إزاي؟ هو ده بقى الفرح الروحي اللي نفسنا نوصل له. حد يعني نفسنا نوصل لحاجة كده، الواحد يبقى عنده فرحان على طول أيا كانت الظروف، أيا كانت الظروف، ما حتى لو في سجن، حتى لو مستني حكم إعدام. والمسجونون يسمعونهما، يعني إيه؟ خلي بالكوا ده في نص الليل، طبيعي الناس تنام. إنما إيه اللي ما نيمش المساجين؟ إن دي حاجة مش طبيعية، إن الناس تغني في نص الليل جوه السجن، دي حاجة مش طبيعية. ودول زبائن جداد أول ليلة. فالطبيعي في خدمة السجون احنا نعرف كده، إن أول ليلة دي أصعب ليلة نفسية على أي مسجون. غالبا بتبقى فيها انهيار نفسي، بكاء وشهيق إنما الناس دول عكس الطبيعي خالص. دي أول ليلة ليهم، والمساجين كل واحد في زنزانته سامع ناس بتغني. طبعا السما ما تحب الحاجات دي، تقدرش تتفرج بقى على تسبيح في الجو ده والسما تفضل ساكتة. فربنا بقى يكمل الفرحة ويفتح السجن وزلزال وتكمل الفرحة ان المساجين يبيعوا حريتهم عشان يعرفوا سر الفرح. يعني انتوا جايين هنا عشان اهو نتعلم مع بعض سر الفرح، انما المساجين دول عملوا حاجة ما حدش فينا عملها، مش دفع فلوس عشان يتعلم سر الفرح، ده باع حريته. لان لما اتفتح السجن كان كل مسجون من حقه يهرب، كان طبيعي يهرب، لانه حتى في الافلام القديمة تلاحظوا ان المسجون بيحاول يهرب حتى لو مات، فيجيله الهرب سهل كده، وبعدين بدل ما يطلع على بره يدخل على جوه، مجنون. فالجنون عدوى، اصل الفرح الروحي عدوى. الفرح بتاع بولس وسيلة عداهم، فبقوا قالوا لا مش مهم، خلينا ندخل الاول نشوف الناس دي فرحانة ازاي وفرحانة بايه. وتحول السجن الى مكان للوعظ، الى كنيسة. والسجان اللي هينتحر لانه واضح ان كله هرب قال له ما تعملش حاجة، ما حدش هرب، تعال. وهو كمان دخل في الجو الجميل ده، وبقت فرحة عجيبة جدا. يقول بعد كده ان السجان ابتهج جدا لما تعمد هو وبيته. فرح بالرغم من ده اول حاجة عاوزين نطلبها من ربنا، ان الواحد مش هيقول له يا رب فرحني بس بيك، ده هيقول له فرحني بالرغم من، مهما كانت ظروفي عاوزك تفرحني. انا مش هبص على اسباب الحزن اللي في حياتي، لا، لان بولس ما بصش عليها، ما شافش المقطرة، وما شافش الوش الخشن بتاع السجان، ما شمش الريحة الوحش، وما شافش الضلمة، انما كان شايف ربنا وكان فرحان. سأله فرحان بإيه؟ الله أعلم. فرحان حاسس ان ربنا معاه. طب اكيد. فرحان لانه بيخدم ربنا وبيتعب عشانه، اكيد. فرحان لانه متوقع يعدم فيروح السماء يشوف المسيح تاني يوم، مش بعيد. فرحان لانه المسيح قال لهم طوباكم اذا طردوكم وعيروكم، فجت فيه الطوبة دلوقتي، يعني خد الاكليل ده في اللحظة دي. انما عنده فرح بالرغم من، مش لأن. مثل تاني، فرح بالرغم من عدم الاستجابة. دي بقى غريبة شوية. عادة الواحد بينبسط لما ربنا يستجيب، وفي آيات تقول كده: اطلبوا تأخذوا فيكون فرحكم كاملا. ده طبيعي كده،
ما تبقى بقالك كذا سنة بتصلي عشان موضوع وربنا يستجيب، حاجة كبيرة قوي، حاجة تفرح. ايه رأيك انه ممكن ناس تفرح حتى لو ربنا ما بيستجيبش؟ لا دي صعبة دي. طب يفرحوا بايه؟ تعالوا نشوف في حبقوق. حبقوق ده واحد من الانبياء الصغار، يعني قبل المسيح بحوالي 700 سنة كده، في الوقت اللي كان اغلب اليهود وحشين وبعاد عن ربنا، وبيتنبأ. بس يقول ايه؟ يقول مع انه لا يزهر التين. خلي بالكم هم الرخاء عند اليهود او الناس بتوع زمان، الطلب دايما طلب ارضي، يا رب خلي الزرع يطلع وخلي الشجر يتقل وادينا طولة العمر، هو ده كل طلبات اليهود. فبيقول مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم. يعني ايه؟ يعني الكروم ما تحملش. تحمل يعني ايه؟ تشوف العناقيد مدلدلة كده اسمها الكرمة حملت، يعني شالت. ويكذب عمل الزيتونة، يعني الزيتونة انت متوقع انها تجيب زيتون كتير قوي، طلعت كذبة ما جابتش حاجة. والحقول لا تصنع طعاما. ايه الفقر ده؟ لا تين ولا كروم ولا حقول ولا. ينقطع الغنم من الحظيرة. احنا فاكرين واحد بيصوت، يعني على الوضع ده بقى واحد هيتخانق مع ربنا. ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب. ايه ده؟ بعد يقول في حاجة غلط في النص. لا، ما تنساش ان في الاول كان كلمة ايه؟ مع انه، اللي هي كلمة بالرغم من. ده واحد بيقول لا في اكل ولا في زرع ولا في ثمر ولا في خير، بس انا فرحان. فرحان بايه؟ بيقول ابتهج بالرب. انا مش عاوز زرع ومش فارق معايا غنم ولا غنى ولا الارض تجيب ولا الفلوس تزيد، مع انه. كم واحد فينا وصل لدي بقى؟ انه يقدر يقول مع انه، مش لانه. احنا لسه في مستوى لانه. تعالوا نعكس الآية كده، نقول ايه؟ لأن التين يزهر ويكون حمل في الكروم ولا يكذب عمل الزيتونة، والحقول تصنع طعاما ولا ينقطع الغنم من الحظيرة والبقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب. احنا عاوزينها كده، بس الوحي الإلهي قال غير كده. قال لا، الشطارة غير كده، انك مش لأنه، انك مع أنه. ده معناه ان في حاجة كبيرة قوي ما بتروحش، اسمها الرب. ابتهج بالرب. عارفين زي ايه؟ زي واحد يكون غني جدا، مثلا عنده مليار، وبعدين ورايح مشوار، فحصل انه مثلا وقعت منه 10 جنيه. تفتكروا يزعل؟ يبقى مش طبيعي لو زعل. انما لو واحد كل اللي حيلته 20 جنيه وقعت منه 10 جنيه هيعيط. فاهمين الفرق؟ احنا ليه بنعيط؟ عشان اللي حيلتنا 20 جنيه، مش واخدين بالنا ان احنا عندنا مليار في البنك، فبنعيط على 10 جنيه. عرفت اقرب الموضوع؟ احنا عندنا ربنا ملكنا، ربنا ملكنا، بس احنا مش عارفين نفرح بيه. ليه؟ لان انا حاطط ممتلكاتي هي اللي باصص عليها، فكل اللي باصص عليه هم 20 جنيه، فلما يقع منهم جنيه بيوجع قلبي. يا عم جنيه ايه واتنين ايه وعشرة ايه وعشرين ايه، العمر كله ايه؟ اني ابتهج بالرب مع انه لا كرم ولا تين ولا حقول ولا غنم، كل ده مش مهم. اني ابتهج بالرب وافرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل. الغزلان. الكلام ده بيقوله نبي عجوز. عجوز بيقول هيخلي رجلي زي الأيائل. يا راجل انت مش عارف تمشي. لا، روحيا محدش بيعجز مع ربنا. روحيا اللي روحه مع ربنا روحه شابة، يحس انه زي الطير وزي الغزالة وبيجري وفرحان. يجعل قدمي كالآيل، دي مشاعر فرح. يمشيني على مرتفعاتي. ده مش بيمشي على الأرض، ده بينط من جبل لجبل المرتفعات.
لرئيس المغنيين على آلات ذوات الأوتار. يعني إيه؟ يعني تعالوا نقول ترتيل على الأوتار، يعني ده كأنه مزمور من المزامير بس منسوب لحبقوق. يبقى العهد القديم في واحد بالروح القدس كشف عن سر باين قوي في العهد الجديد، سر الفرح بربنا بس بالرغم من، مع أنه. يبقى ده كمان طلب هنطلبه من ربنا، يا رب مش بس تفرحني بيك، عاوز أفرح بيك بالرغم من. مش عاوز أبص للتين ولا الكروم ولا الحقول ولا المزاود، أنا عاوز بس أبقى شايفك أنت. بالرغم من واحدة تالتة، التجارب. الأولانية كانت بالرغم من السجن، يمكن قليل في كل ده مرارة حبس أو ذل بأي شكل. والتانية الفقر أو الظروف القاسية أو الظروف الملخبطة أو عدم الاستجابة. التالتة بقى محدش فينا معداش عليها بدرجة أو بدرجات، بالرغم من التجارب. هنا معلمنا يعقوب يقولها بصراحة كده وبوضوح: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. يعني إيه؟ يعني أيا كانت التجربة، تجارب متنوعة، يعني هو مش هيناقش نوع التجربة، مرض، خسارة شخص غالي، فلوس راحت، فقر دخل على حياتك، ضيقة شديدة، مشاكل مش راضية تتحل، مشاكل في ولادك. أوكي، أيا كان نوع التجربة، الشاطر يحسبها فرح. شوفوا كمان فعل الأمر هنا. أصل ممكن واحد يقول إيه، ما هي الحاجات دي بتيجي لوحدها، هو أنا هقول لنفسي افرح؟ مفروض تعمل كده. ما هي أنت في حسبة جواك، لو عرفت تحسبها هتفرح. يعني حبقوق عرف يحسبها، فقال لك بدل ربنا معايا خلاص مش مهم أخسر أي حاجة. إنما في واحد تاني مش عارف يحسبها، مش حاطط ربنا في حساباته، فباصص بس على اللي عنده، فبيكتئب، بيتعكنن بسهولة مع كل تجربة. إنما معلمنا يعقوب يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. يعني إيه؟ يعني التجربة مكسب مش خسارة. الضيقة ليك مش عليك، بس عاوزة إيمان، الواحد يصدق. تصدق أن ربنا شادد عليك عشانك، ولا مش راضي تصدق؟ تصدق أن الألم التقيل ده مصلحة؟ هي عاوزة واحد يصدق، يؤمن بالكلام ده. تصدق أن هو ده اللي هيدخلك السماء. تصدق أن المعصرة دي هي اللي هتنظفك من حاجات كتير قوي، وهتشفيك من لخبطة كتير جواك مش هتعرف تطلع منها لوحدك. فيقول عالمين، هنا عالمين يعني you believe، عالمين يعني انت بتفكرها كده. هذا الامتحان ينشئ صبر. اول درس هتتعلمه غصب عنك اسمه الصبر. او الصبر ده من غير تجارب يتعلموه ازاي؟ يعني ايه كلمة صبر بالنسبة لواحد ما تعبش، ما تألمش، ما تبهدلش؟ ملهاش معنى الكلمة دي. اما الكلمة دي بتدخل السماء: بصبركم تقتنون أنفسكم. فدي كلمة تدخلك السماء. خلاص لما التجربة تديك الكلمة دي قول أهلا وسهلا. وأما الصبر فليكن له عمل تام. يعني اوعى تقول عشان أنا مستحمل التجربة أنا هقعد بقى لما ربنا يفكها. لا، اعمل اللي عليك، اعمل كل اللي تقدر تعمله، واستنى ربنا بعد كده يتدخل. لكن ما تقفش متواكل بحجة أصل ربنا شادد عليا. لا، اعمل اللي عليك برضه، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يعني بي بيرفكت، اعمل كل اللي عليك قدام ربنا. قول له: رب بص، أنا عملت اللي قدرت عليه، لفيت على الدكاترة وحاولت أفكر وسألت فلان وعلان، إنما هي مش هتتحل كده. أنا عارف كده وإنت عارف كده، أنا عملت اللي عليا عشان بس أكون قدامك ما قصرتش. لكن دلوقتي الدور دورك يا رب. عاوز تفكها فكها، عاوز تخليها خليها، عاوز تزودها زودها بس حتة حتة، عاوز تشيلها خالص شيلها. شوف انت المصلحة ايه. صعب ولا سهل الكلام ده؟ صعب. صعب لانه محتاج ايمان.
إنما سهل للي عنده إيمان. لما داود يتجاسر يقول جربني يا رب، أنا بخاف أقول وراك الكلمة دي. واحد من القديسين يقول في كلام أجي أقوله أخاف أقوله. يقول له امتحني يا جدع، أنت قد الكلام ده امتحني. طب أنت عارف ما يمكن يجي امتحان صعب. يقول له انظر إن كان في طريق باطل اهديني طريق أبدي، لألا يكون في حاجة غلط. امتحني، أنا عارف إنك هتنجحني بالذوق بالعافية، هتنجحني، فأنا مش خايف حتى من الامتحان. فعلى الأقل لو ما قلتلوش هات يا رب التجربة، لو جت تعمل إيه؟ احسبوه كل فرح. يبقى هنا هتفرح بالرغم من حاجة مش منطقية. الواحد شاف الحاجات دي صدقوني، مش في حياته طبعا، حياتنا فقيرة، إنما منساش واحدة جالها كانسر مثلا، وأول كلمة قالتها لي كان جالها في صدرها، قالت لي حسيت أول ليلة عرفت إن ربنا، يعني هي تخيلت أو حلمت أنا مش متأكد، هي طالبة في المدرسة، هي ست كبيرة، لكن هي حلمت إنها طفلة في المدرسة، وربنا يسوع هي بتتقرب منه كده وهو بيحط لها نشان على صدرها. قالت لي كنت فرحانة قوي إنه اختصني بدي، لأني عرفت إنه أنا داخلة على إيه، عمق بقى في العشرة، وعلى متعة في العلاقة بربنا، وعلى إحساس جديد ما دقتوش، وعلى خبرات روحية إيه ده؟ إيه الناس دي بقى؟ في ناس تاني في اللحظات دي بتبقى مكتئبة جدا ومنهارة وبتفكر يمين وشمال، لكن دي حسبتها صح، حسبتها فرح، لأن الفرح الروحي كده بالرغم من. وعلمنا بولس الرسول كان قاطع شوط بقى طويل في القصة دي. بولس الرسول طبعا حريقة خدمة، شعلة خدمة، راجل ما يهداش أبدا، صبح وليل ما عندوش وقت للنوم ولا للأكل وبعدين جات له شوكة في جسده غريبة كده، ملهاش أي يعني منطق وراها. يقول كده أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع. هو فهمها كده أنه ربنا حب يأدبه باتضاعه، يعني بيقول كده. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. أنا بقول حتة دي كتير، بقول أن بولس صلاته كانت غالية جدا، وله دلة قوية قوي لدرجة من غير ما بيصلي كان بيعمل معجزات. يعني مجرد ما يخبط في واحد هيعمل له معجزة. مناديله كانت بتعمل معجزات، ده مش مناديله، العصائب، يعني الشاش اللي كانوا يحطوه على عينيه يعتقد انه كان رمد صديدي، ياخد الصديد ده الناس تخف بيه، المشلول يقف والأعمى يفتح الله، طب ما انت بالأولى، باب النجار مخلع. فبيقول خلاص بقى، انا قلت انا اتعطلت كده، الخدمة مش ماشي، فوقفت اكلم ربنا. ده وقف، يعني بولس لما يقف الدنيا كلها هتقف على رجل، لازم الدنيا تتغير. ده مش اقل من ايليا اللي كان بيقول انا اقفل السماء بكلمة، ده بولس. فوقف يقول له يا رب يعني عشان الخدمة، محدش بيرد، مفيش رد خالص. وتضرعت بقى، يعني مش يا رب كده، لا دي فيها صراخ وفيها ليلة و2 و10 وشهر و2. تضرعت. يقوم يعيد تاني الجولة وهو مش فاهم، ربنا بيقولش حضر ليك قعدت، ده مفيش طلب ربنا بيقول له فيه لا. فقعدته يقول له يا رب انت عودتني بتستجيب كل شيء، وانا مش بطلب عشان، انا بطلب عشان الخدمة. انا متصور يعني الشخص ده حاسس بايه، هو كل اللي همه الخدمة. طبعا دي معطلة، واحد مش شايف بعد ما كان بطرك المسكونة، يعني او يعني بالنسبة لأوروبا ده هو اهم شخص في الخدمة، لكن الاستجابة مفيش استجابة. على 3 مرة جاله المسيح بقى وقال له بص بقى، بلاش زن، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمن. لو واحد فينا كان ممكن يقول له بقى أنا يا رب بخدمك كل السنين دي، بقى أنا يا رب أعمل معجزات،
طب أقول للناس إيه؟ طيب أطلع للناس أقول لهم إيه؟ معجزات دي يتشككوا فيها بقى؟ أنا اللي بعمل معجزات بيسندوني عشان أمشي؟ مش شايف؟ مش عارف أكتب جواب؟ طب قول لي ليه بتعمل فيها كده؟ فيش. قال أنا بقول لك أنت كده كويس، تكفيك نعمتي، أنا شايف كده كويس. لا، بولس بقى ما بيقولش اللي احنا بنقوله. بولس رد الرد المناسب، فقال إيه؟ فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، لذلك أصر بالضعفات. هي دي بقى، بالرغم من. أصر بالضعفات يعني إيه؟ واحد مبسوط إنه مريض، واحد فرحان إنه مشوه، واحد فرحان إنه مجرب، واحد مش راضي مش قابل، ده أعلى من كده، فرحان. قال بما إنه شايف إن الوضع ده أفضل يبقى أنا مبسوط، بما إن النعمة هنا كفاية يبقى أنا راضي وقابل، بما إنه هيسندني أكتر ما لو كنت صحيح خلاص أنا عاوز المساندة دي. لذلك أصر بالضعفات والشتايم بالمرة بقى، ما هو ربنا كان محبشها يعني، ما وقفتش بس على عينيه ولا شوكة الجسد، كان في نفس الوقت في شتايم من هنا، ضرورات من هنا، ضرورات يعني مش لاقين ياكلوا. ممكن كان يعدي عليه أيام هو والخدام اللي معاه مش لاحقين يعني، ضرورات الحياة مش معجزة معاهم، لأنه الخدمة واخدة كل مجهودهم. والاضطهادات بالمرة والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. يبقى الراجل ده وصل لكلمة أصر. طب إيه؟ إحنا لو مكانه نقول له بصراحة، إحنا لو منك نكتب كل يوم كم معجزة عملتها، حاجة كده تدي يعني برستيج جميل، كم كنيسة فتحتها. مش هنقول لك حاجات وحشة، بس بنقول لك ريكورد يعني يشرح. لا خالص، عمره ما فكر كم معجزة عمل، عمره ما فكر كم كنيسة فتح، إنما كان اللي بيفكر فيه إنه ربنا بيشتغل بيه، بيفكر في ضعفاته، يحطها قدام ربنا ويقول له أنا مبسوط قوي يا رب إن أنا قدام الناس كده. ده في غلطة يتكلم عن التجربة دي ويكشف لنا حاجة تاني، يقول تجربتي في جسدي لم تحتقروها لم تزدروا بها. معناها كان سوري يعني في التعبير، مش بعيد انه كان منظره مقزز. طبعا ده احساس نفسي صعب، ان الواحد يكون حاسس ان الناس ممكن تقرف منه يعني، وده اب روح كبير، ومع كده كان قابل من ربنا كل حاجة، وقال له ماله، أصر بالضعفات حتى لو هي شكلها وحش ومنظري وحش، إنما حتى تجربتي دي بيحبوني على كده. تجربتي في جسدي لم تزدروا بها، بل لو أمكنكم لقلعتم عيونكم وأعطيتموني. كان بيقول لهم كده، لكن كان ده إحساس صعب إنه يكون ولاده يعني ممكن حد يبص له بس مش تمام. كل ده كان بيقبله، مش بيقبله بيفرح بيه. وصار بالضعفات والضرورات والضيقات والاضطهادات، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. بالرغم من حاجة كمان، بالرغم من الخسارة. أظن عمرنا ما شفنا واحد مثلا يخسر في البورصة تلاقوه بيسقف كده ومبسوط يعني، إنما بالعكس لما الأسهم تعلى تلاقيه يتنطط ويسقف ويصفر. لما واحد خسر رقم تلاقيه اكتئب وانكمش ووقع وطب وانهيار نفسي وعلى المستشفى ده الطبيعي. لما احنا هنا بنتكلم في حاجات مش طبيعية، كلها حاجات مش طبيعية، ان الواحد يفرح بالخسارة مش بالمكسب. نشوف ففي عبرانيين 10 يقول لهم ايه، بيقول للناس المضطهدين، يقول لهم انكم رثيتم لقيودي. هو في الوقت ده كان لسه طالع من سجنه في روما، فهو بيبعت لناس مضروبة وهو كان مضروب في الحكاية يعني، لكن هو فرحان. فبيقول لهم انكم رثيتم لقيودي ايضا وقبلتم سلب اموالكم بفرح. تصور معايا في الجيل ده ان واحد يدخل بيت واحد ياخد كل اللي عنده، والتاني يبقى فرحان مش متضايق، فرحان مش متضايق. قبلتم سلب
أموالكم بفرح. احنا الواحد بيتفرج على حاجات النهاردة، أخوك ممكن ياخد حاجة شوية من حقك، ده انت مش تتضايق، ده في ناس بترفع قضايا على بعض. ده هنا بيتكلم في مستوى تاني خالص، بيقول ده هم بيسلبوهم وهم مبسوطين. ليه؟ عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات. فاهمينها صح؟ اللي باصص على السماء ما يتهزش، اللي باصص على السماء دايما فرحان، فهو محوش في السماء. حد يقدر يمد ايده يسرق حاجة من السماء؟ يسرقوا الأرض، بس هيسرقوا السماء ازاي؟ وده اللي قاله ربنا يسوع ببساطة، قال لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون، حيث يفسد السوس والصدى. اكنزوا في السماء حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدى، وحيث يكون كنزك يكون قلبك أيضا. قبلتم سلب أموالكم بفرح. هل تقبل الخسارة برضا بشكر وتكبر كده بالروح وتوصل انك تقبلها بفرح وتقول يمكن الفلوس دي كانت هتعطلني عن السماء، يمكن القرش ده كان هيبعدني عن ربنا، يمكن ربنا يحسب لي الإيمان ده والثقة دي فاكبر في عيني أكتر. عشان كده يقول فلا تطرحوا ثقتكم، يعني اوعوا ترجعوا خطوة عن اللي وصلتوا له. انتوا ثقتكم حلوة، إيمانكم حلو، اللي وصلكم تبقوا فرحانين في حالة زي كده، دي ثقة جميلة ما ترجعوش عنها، لأن لها مجازات عظيمة، لها أجر كبير قوي عند ربنا الروح دي. موقف تاني في حياة بولس برضو، فيليبي بقى دي رسالة الفرح. فهو فيليبي حكى لنا جزء من خصوصياته. فالراجل ده طلع انه كان غني، ولما عرف المسيح، من ساعة ما عرف المسيح بولس بيخسر. يعني بصراحة لا مؤاخذة، يعني ربنا يسامحني في التعبير، معرفة مخسراه خالص. صحيح، من ساعة ما عرف المسيح بقى ملطشة، ساعة ما عرف المسيح بقى رد سجون، من ساعة ما عرف المسيح خسر فلوسه بقى، من ساعة ما عرف المسيح اليهود عاوزين يموتوه والرومان عاوزين يموتوه. طيب انت خسران كتير قوي. طب ايه شعورك وانت خسران كل حاجة؟ يقول ايه؟ ما كان لي ربحا هذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل أني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. دي في رسالة الفرح، لما تكملها تشوف بقى الفولت كان عالي قوي، كان مبسوط قوي، بيكتب الكلام ده من السجن ومستني يقابل نيرون المجنون اللي لازم يطير رقبته. كل الناس عارفه انه هتوصل لكده، انما هو كان مبسوط قوي. مبسوط بايه؟ بيقول اصل انا بفتكر لقيت نفسي خسرت كل حاجه ففرحان قوي. فرحان لايه؟ بيقول زي كيس زباله كان عامل ريحه في البيت ما صدقت رميته ففرحت وارتحت، ما عادش عندي حاجه خالص، خسرت كل الاشياء. طب ده عكس المنطق. ايوه، ما هو فرح بالرغم منه. هل ممكن تخسر حاجه عشان خاطر ربنا تبقى فرحان؟ تخسر مركز، تخسر كرامة، ولا انت بتفرح زي ما الناس بتفرح بالربح؟ طب اي نوع من الربح؟ عشان كده هنا في كلمة مهمة في النص ده، لما يقول كلمة حسبته. فاكرين احنا قريناها من شوية في ايه؟ حسبة، احسبوه. ايوه احسبوه. خلي بالكم اللي يفرق واحد عن واحد هي الحسبة. انت بتحسبها ازاي؟ انت بتحسبها ازاي؟ يعقوب علمنا حسبة، ان لما تيجي ايام صعبة انبسط وافرح، وده كريدت، ده ليك مش عليك. بولس علمنا حسبة تاني، انك لما تخسر ده مكسب، ولما تكسب من الدنيا كتير دي خسارة. حسبة غير الحسبة خالص. هتقول بس ده الناس مش بتفكر كده. ما احنا مش تبع الناس، احنا مش تبع الناس، احنا بنتكلم عن فرح اخر، فرح بالرغم من، فرح لا ينطق به. ده ما تلاقيش الفرح ده في السوق خالص، ده فرح نادر، بس فرح بجد. واحد كاتب من السجن في أصعب الظروف وهو مبسوط جدا، وفي آخر الرسالة بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح. يعني بالذوق بالعافية لازم تفرح. وهو بيقول أنا خسرت كل حاجة، يبقى كان فرحان. ويقول لكي أربح المسيح. عشان كده دي تكمل كلام حبقوق، مع أنه إلا أنني أبتهج بالرب.
دي ما بتروحش مني. كل ما بيخسر دنيا كل ما بيلزق في ربنا أكتر. خلينا نخسر الدنيا، مش فرق كتير. معلمنا بولس الرسول برضو يحط لنا بقى الحاجة المتناقضات مع بعض. هل يجتمع الحزن والفرح؟ ممكن تفرح بالرغم من الحزن. فيقول في كورنثوس الثانية 6 كل المتناقضات بقى كمجهولين ونحن معروفون. يعني يروح بلد محدش يعرفه، فيبقى يعني الناس بتعامله باحتقار وبعدم احترام قلة قيمة بقى، لأنه مش معروف في البلد دي. مع بولس شخصية مهمة، إنما هو كفاية علينا ربنا عارفه خلاص. فيقول كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون. يعني اللي يتفرج على بولس من بره يقول يا عيني، اللي يتفرج على يوم من حياته يقول يا غلبه، لا عارف ياكل ولا عارف ينام، وبيجر رجل جر ومرض وأذية واضطهاد وشتايم وبهدلة. فالمفروض يبقى حزين، إنما هو بيقول إيه؟ كحزانة ونحن دائما فرحون. هي دائما فرحون دي نفسنا نوصل لها بقى، لأنها فرح بالرغم من الأحزان. اللي الناس شايفاه أحزان هو مش حاسس بيه، بالرغم من الحزن قادر يفرح. دي حاجة بقى، حاجة متقدمة دي. عشان كده تلاحظوا الآية اللي قالها ربنا يسوع طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. على فكرة يتعزون برضو الآن. يعني إيه؟ يعني مش هيتعزى بعد سنة مثلا، لا، انت بتتوجع وبتتعزى في نفس الوقت، بتفرح وانت حزين في نفس اللحظة. ده شغل ربنا بقى.